Okay, let's go. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. في الفيديو ده هنتكلم عن واحدة من أهم المفاهيم في لغة C++، وهي الفانكشن. تفهم ببساطة يعني إيه دالة وتتكون من إيه، وإزاي تقدر تخليك تكتب كود سهل التعديل وكمان منظم. تعالوا كده في البداية نعرف يعني إيه فانكشن. بيقول لي سيدي a function is a block of code used to perform a specific task and can be called when needed. بكل اختصار هي مجموعة من الستيتمنت بنكتبها علشان أنفذ مهمة معينة، لما نستدعيها بعملها call it. يعني تعريف الفانكشن بكل اختصار هو block of code. طيب البادي فانكشن، تعالوا كده نفهم كل حاجة. أول حاجة بكتب الريتيرن تايب، بعد كده الفانكشن نيم، وما بين البراكتس بكتب البارامترز. هنفهم كل حاجة مع بعض دلوقتي. وما بين الكيرلي براكت بكتب الكود ستيتمنتس. أول حاجة إيه هي الريتيرن تايب؟ الريتيرن تايب بكل بساطة هي النوع الداتا تايب أو نوع البيانات اللي بيرجعها الفانكشن. يعني إيه؟ بيقول لي يا سيدي إن هو بيحدد نوع القيمة التي يرجعها الدالة بعد تنفيذها. مثال إن الفانكشن دي لو كانت من نوع int فهترجع قيمة عدد صحيح. طيب لو كانت float ترجع قيمة عدد 10. طيب void هي ما بترجعش قيمة في الحالة void. لو string هترجع نصوص. الفانكشن نيم أو اسم الدالة هو الاسم الذي تستدعى به الدالة داخل البرنامج. الفانكشن نيم انت لما تيجي تعمل لها execution فبتنده عليها باسمها في المين. تخيل معايا ان انا عملت فانكشن اسمها sum. وظيفة الفانكشن دي ان هي تجمع لي رقمين. وقت ما احتاج الوظيفة بتاعت الفانكشن نفسها بنده عليها في المين. طيب هنا برضو بيوضح لي ان انا لو عملت فانكشن اسمها print message خاصة مثلا ان انا اعرض رسالة بس على الشاشة. البارامترز او المعاملات هي القيم او البيانات اللي بتمرر للدالة عند استدعائها لتنفيذ عملية معينة. لو تفتكر معايا من شوية كنا بنتكلم عن الفانكشن اللي اسمها sum، وخاصة ان انا بمرر ليها رقمين، ووظيفة الفانكشن دي ان هي تجمعهم لي. هنا بيحدد لي ان البارامترز هي القيم اللي بمرر لها في الفانكشن، لكن وظيفة الفانكشن ايه؟ وليكن في المثال ده بتاع السم ان هي بتجمع لي الرقمين، ال A وال B اللي مررتها للفانكشن، بعد كده ترجع لي مجموعهم. طيب التايب اوف فانكشنز، انواع الفانكشن. عندي جزئين مهمين جدا، هو البيلت ان فانكشن واليوزر ديفاين فانكشن. يعني ايه؟ البيلت ان هي اوريدي متكريته في اللغه سامحالي بوظائف فانكشن كتير بتسهل عليا كمبرمج حاجات كتير. زي ايه؟ زي السكوير والباور والسي ان والسي اوت. ثانيه واحده، هو السي ان والسي اوت فانكشن؟ ايوه سي فانكشن جاهزه في اللغه بتتيح ليا مثلا ان انا اخد انبوت من اليوزر او اعمل اوتبوت للتيرمينال او اليوزر. عندي برضو يوزر ديفاين جاي من اسمها، تعريفها من اليوزر. طيب زي المثال اللي كنا بنتكلم عليه sum function اللي هي خاصة إن هنا بتجمع لي رقمين، أو عرض الرسالة دي فانكشن جاهزة؟ لأ،
دي فانكشن اتكريتت من خلال مبرمج بتسهل ليه وظيفة معينة أو تاسك معينة. بس كده نهينا الجزء النظري. تعالوا كده نتنقل للجزء العملي. طيب رجعنا للجزء العملي. تعالوا كده نعمل فانكشن بسيطة كده، مجرد اني ما نادي عليها تقول لي مثلا هلو. تمام، بسيطة اهي. طيب تعالوا كده قبل المين نكتب void مثلا say underscore hello. طب حد يسألني كده سؤال بسيط، هل هي هتاخد بارامتر؟ لا، يبقى مجرد ان انا بكتب في البادي function cout hello user. بس كده نهيت ايه الفانكشن بتاعتي. حتى هتلاقي فوق اني اتكريتد فانكشن اسمها ايه say hello. طيب تعالوا كده ننادي عليها في المين، او تعالوا نرن كده نشوف ايه اللي هيظهر. ما ظهرش حاجه، يعني بمجرد ان انا لما عملت رن ما ظهرش حاجه. ليه؟ لان انا ما عملتلهاش كول، ما قلتلهاش انا يا فانكشن انا عايز استخدم. حلوه يا فانكشن، هنادي عليها بايه؟ باسمها. طيب ظهرت معايا هنا اسمها سي هلو، وظهر لي معايا الريتيرن تايب، الريتيرن داتا تايب نو فويد، يعني هي ما بترجعش اي قيمه. طيب تعالوا كده ايه ران. طبعا لي هلو يوزر. طيب لو غيرت او ضفت في الستور دي اكتر من سطر، يعني خليت فعلا في كويد كتير، يعني مش سطر واحد. تعالوا كده نران. قال لي هلو يوزر هلو يوزر بس على نفس السطر. في طريقة، في ان انا ممكن اعمل end ال دي بتخلي السطر جديد، بتنزل لي السطر جديد، او اعمل باك سلاش ام باك سلاش ام، كلهم بيأدوا لنفس الوظيفة. تعالوا ننط كده كمان ونشوف هيقول ايه. زي ما انتم شايفين ده معايا الاوتبوت بتاع الفانكشن الخاصة بالفانكشن. طيب تعالوا كده ايه رأيكم نعمل كمان واحدة، نمسح نمسح. تعالوا كده نعمل الفانكشن الخاصة ان احنا نجمع بيها رقمين. هنعمل بداية الريتيرن تايب من نوع انتجر هو رقم صحيح. نسمي الفانكشن نيم بتاعتنا sum underscore numbers، نفتح البراكت. تعالى نسأل نفسنا سؤال بسيط كده، هل البارامترز محتاج أمرر ليها؟ طيب لو مررت ليها بارامترز محتاج أمرر ليها كام بارامتر؟ في الحالة دي إن أنا محتاج رقمين يدخلوا في الفانكشن علشان تبدأ تعمل العملية الحسابية بتاعتها. فكده أنا محتاج أمرر البارامترز. طيب كام؟ 2. في حالة مثلا إن أنا عايز أجمع 3 أرقام فهمرر 3 بارامتر، وهكذا. نوم 1 نوم 2، وندخل في البادي بتاع فانكشن بعمل return num 1 plus num 2. دي البروسيس بتاعت الفانكشن بتاعتي. طيب نيجي ننده عليها في المين
باسمها برضو sum underscore numbers. هتلاقي هنا بيقول لي ايه، محتاج مني 2 argument، مثلا 5 و 10 والسيميكولون. ما ظهرش معايا اي result. ليه؟ لان احنا محتاجين نطبع الاوتبوت اللي خارجه من الفانكشن. ظهر معايا كام؟ 15 نتيجة جمع الخمسة والعشرة. طيب غيرنا مثلا خليناها 50، قال لي كام؟ 55. طيب تعالوا كده ما نديهوش غير argument واحد بس. قال لي ايه؟ ان انا محتاج اراجع الارجيومنتس اللي داخله في الفانكشن دي. ليه؟ لان هو بيقول لي بص لاحظ ان انت ده عامل 2 بارامترز، انت مديني 1 argument اللي هي كام؟ 5، فمش متعرف على الارجيومنت التاني. تعالوا كده نصحح الخطأ ده، قلنا مثلا 90 و 10 مثلا، قال لي كام؟ 100. طيب حلو قوي. وبكده خدنا فكرة كويسة لا بأس بها في الفانكشن، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جاي نكمل سلسلة شرح الفانكشن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.